دقائق. العين طلعت، القلب عندي يتوقف 5 دقائق، نسبة الحياة عندي كانت 5%. نسبة الحياة عندي كانت 5%. القلب عندي يتوقف 5. كيف حدث هذا؟ خرجت من البيت متوجه لأذان الفجر، خرجت من البيت متوجه لأذان الفجر، أذنت الفجر، جاء الإمام وصلى بنا الفجر، أقمت الصلاة وصلى بنا الفجر الإمام. ما إن صلى بنا الإمام الفجر حيث خرجت من المسجد جاء وقبلني واحد من عيال الجيران، قال لي تعال ادخل مسجدنا. قلت لا بروح أنا جاي تعبان. قال لي لا تعال ادخل مسجدنا. المهم قواني الجزء دخلت مسجدهم. يوم دخلت مسجدهم سبحان الله جلسنا شوي في مسجدهم لين طلع السفر. يوم طلع السفر جلسنا برا، راحوا جابوا البندق الخرازة من بيتهم. بندق خرازة جابوا، كلكم تعرفون الخرازة يا شباب. جابوا البندق الخرازة من بيت اللي يطلق في الهواء، يعني ما في هدف معين عشان يطلق عليه، ما حدد هدف معين عشان يطلق عليه. أخذ البندق معه، ركب السيارة، هو ركب في مكان الراكب وأنا ركبت في مكان السواق. أخذ البندق ركبها بيننا. سبحان الله، رحنا جبنا فطور ورجعنا، هو أخذ يهوب بالسلاح علي، أخذ يهوب بالسلاح علي. أنا وخرت السلاح عني، كانت يدي اليمين سليمة ما فيها شيء، يدي اليمين سليمة ما فيها شيء، والطلقة النارية هذه ما هي فيه، الطلقة النارية هذه ما هي فيه، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا أمر الله، أراد أن يفعل هكذا، ما أعترض عليه. سبحان الله، وجه السلاح عليه مرة ثانية، وأخذ يحاول في البندق علي مرة ثانية. فاني بقول له وخرها يوم أطلق علي، فاني بقول له وخرها يوم أطلق علي. هو صحيح أني أطلق علي، كانت القزازة كانت مفتوحة، القزازة كانت مفتوحة. قال أحمد قمنا تمزح عينك، قمنا تمزح عيني. يوم التفت شاف الدم ينزف مع خشمي ومن ثمي، الدم شافه ينزف مع خشمي ومن ثمي. نزل قوم هذا وقوم أخوانه، قال قوموا تعالوا ترى أحمد طخ نفسه، قوموا تعالوا ترى أحمد طخ نفسه. جو أخوانه تركوني ممدد على الاسفلت، جو أخوانه نزلوني من الغمارة تركوني ممدد على الاسفلت، مسجل الجرح من هنا لكن طلع الدم مع خشمي من ثمي، مسجل الجرح من هنا لكن طلع الدم مع خشمي من ثمي. سرعان ما راح أخوه، اتصل بالإسعاف. يوم جو الإسعاف قال غسل الدم هذا اللي مكبوب في الشارع ويلحقونه، غسل الدم هذا اللي مكبوب في الشارع ويلحق. كان ذاك اليوم يوم جمعة، يوم بعد صلاة الجمعة يوقف القلب عندي نهائيا، يوم بعد صلاة الجمعة يوقف القلب عندي نهائيا. 5 دقائق بتوقف عندي فيها القلب، 5 دقائق متوقف عندي فيها القلب. الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، عيني هذه طالعة، راسي منتفخ انتفاخ عجيب. لو بيجي ولد عمي ولا ولد خالي ذاك اليوم ما راح يعرفني، لو بيجي ولد عمي ولا ولد خالي ذاك اليوم ما راح يعرفني. ظلت الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، ظلت 5 دقائق يوم استعاد القلب نبضاته. من اللي عادها لي؟ لا هو أبوي ولا هو أمي ولا هو أي واحد، اللي عاد لي الله جل جلاله فوق 7 سماء، هو اللي عاد لي. الله جل جلاله فوق 7 سماء هو اللي عادها لي. قال الدكتور يلا بنوديه على مستشفى الشميسي في الرياض. قال أبوي لا تودونه مستشفى الشميسي، خلاص الولد بيموت هنا، خلوا الولد بيموت هنا زين له. قال أبوي خلوا الولد بيموت هنا زين له. قال الدكتور خلي عزيزتك بالله صادقة وخلي إيمانك بالله قوي، وإن شاء الله ولدك بيحيى إن شاء الله، إن شاء الله ولدك بيحيى. ركبونا في الإسعاف، ما هو في طريقه من مستشفى الشميسي. إذا جت مطبة قطع الدم مع خشمي من ثمي. قلت لا قطع دم ما يصير الدم، لا قطع دم تطيح مع خشمي من ثمي. وصار مستشفى الشميسي نفس الكلام اللي قالوه في مستشفى الحوطة قالوه في مستشفى الشميسي، قالوا نسبة الحياة عنده 5%، نسبة الحياة عنده 5%. قالوا وين أبوه؟ قالوا وين أبوه؟ قالوا أبوي. قال أنا أبوه. قالوا تعال. قال أكذب عليك، أكذب عليك أقول حالته جيدة؟ والله حالته ما هي جيدة أبد. قال إذا تم على حال 5 ساعات فالله يستعين عليه، إذا تم على حال 5 ساعات فالله يستعين عليه. أنا ذاك اليوم متبرعين ب7 أكياس دم، تبرعوا ذاك اليوم 7 الدم اللي عندي نفذ، تبرعوا ب7 أكياس دم ذاك اليوم. طبعا قالوا لأبوي، قالوا إذا تم ابنك على حال 5 ساعات فالله يستعين عليه، إذا تم ابنك على حال 5 ساعات فالله يستعين عليه. طبعا
الرصاص ما زال موجود في الراس، الرصاص ما زال موجود في الراس، رصاصة هنا بين المخ والمخيخ، ورصاصة هنا، وباقي الرصاص منتشر عن طريق شظايا، وباقي الرصاص منتشر في الراس عن طريق شظايا. تميت الساعة الأولى، تميت الساعة الثانية، تميت 4 ساعات ونص، تميت 4 ساعات ونص يوم وقت النزيف. أنا أصحى وأقول آيات من القرآن وأنوم مرة ثانية. أصحى وأقول آيات من القرآن ونوم، أصحى وأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أصحى وأقولها ونوم مرة ثانية. خلال الغيبوبة فقت من الغيبوبة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية، بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية. أخوي كان عندي قال صحيني أحمد، قال أحمد قال ما صحيت مرة ثانية، ما صحيت مرة ثانية. بعدها بأيام جو أبوي جت أمي يقول أحمد صحى وقال الحديث هذا، يقول لهم أخوي يقول أحمد صحى وقال الحديث هذا. أمي تقريني آيات من القرآن، أقوم أقرأ الآيات هذه من القرآن، أقوم أقرأ الآيات هذه من القرآن وارجع للغيبوبة مرة ثانية، وارجع الغيبوبة مرة ثانية. سبحان الله. بعدها بأيام فقت من الغيبوبة. يوم فقت من الغيبوبة قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت، فليقل خير أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. كررتها 3 مرات. بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية، بعدها رجعت الغيبوبة مرة ثانية. أخوي كان عندي كان صحيني أحمد قبل ما صحيت مرة ثانية، ما صحيت مرة ثانية. بعدها بأيام، بعدها بشهر، بعدها بشهر فقت الغيبوبة. بعدها بأيام 9 أيام، بعدها ب9 أيام فقت الغيبوبة. يعني فقت الغيبوبة مشلول شلل نصفي. الجلسة هذه أنا جالسها ما أستطيع إني أجلسها. الجلسة هذه أنا جالسها، الجلسة اللي أنتم جالسينها، الجلسة اللي أنتم جالسينها ما أستطيع إني أجلسها. طبعا ينقلوني غرفة ثانية. جاني أخوي قال إيش لك بالبنادق؟ هذا أنت طخيت نفسك، هذا أنت طخيت نفسك مغترة فيها. قلت أنا ما طخيت نفسي، أنا ما طخيت نفسي، ولد الجيران هو اللي طاخني. قلت اسمع ما أبي منك شيء ولا مودي جيران شيء، أبي حق من الله جل جلاله، أبي حق من الله جل جلاله. مضى على السالفة أيام أسمع المؤذن يؤذن ينادي الأذان العصر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قلت له أخوي افتح الباب، بسمع المؤذن يؤذن ينادي الأذان العصر. يفتح الباب أخوي واسمع المؤذن يؤذن. كان ودي أروح أصلي وأجي، لكن هيهات مشلول شلل نصفي، شلون راح أصلي وأجي؟ مشلول شلل نصفي، شلون راح أصلي وأجي؟ واتذكر قول الله سبحانه وتعالى، واتذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فيه إله في هالكون كله غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا ما فيه إله غير الله، ما فيه إله غير الله. قليلا ما تذكرون. حنا أصلا قليلا ما نتذكر في عظمة الله، في جبروت الله، في سلطان الله عز وجل. قليلا ما نتذكر. يوم بلغ المؤذن لا إله إلا الله قلت له خلاص سكر الباب، خلاص سكر الباب. يوم سكر الباب بعد بأيام أشوف أخي جانب الدكتور. يوم جاء أخونا الدكتور قلت ايش كان يقول لك الدكتور؟ قال لا ما كان يقول لي شيء. قلت أسألك بالله الذي رفع 7 سماوات أطمن الأرض ايش كان يقول لك الدكتور؟ قال كان يقول لي الدكتور راح أقول لك بس ما راح تزعل، ما راح يصير لك شيء. قلت لا ايش كان يقول لك الدكتور؟ قال كان يقول لي الدكتور إن أخوك أحمد هذا بيتم مشلول. أخوك أحمد هذا بيتم مشلول شلل نصفي. قلت ها؟ قلت أنا عاد ما أؤمن لا بكلامك ولا بكلام الدكتور، أؤمن بكلام ربك ورب الدكتور اللي هو الله سبحانه وتعالى.
هم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: من يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فيه لا في هالكلام كله غير الله سبحانه وتعالى. قريب الدكتور يقول: أنت تؤمن كلام دكتورك هذا اللي ما يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، ولا تؤمن كلام رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تؤمن كلامه ولا ما تؤمن كلامه؟ قال: لا أؤمن كلامه. ما دام تؤمن كلامه حق الإيمان خلاص كف الموضوع، خلاص كف الموضوع. سبحان الله، بعدها بشهر، شهر واحد بس نسبة الحياة عندي 5%، مشلول شرع نصفي، مشلول شرع نصفي. أخوي كان برا الغرفة، أخوي كان برا الغرفة، كنت أزحف على السرير، أزحف على السرير، فجأة لقيت نفسي واقف على الأرض. فجأة أنا ترى والله العظيم إني ما وقفت، لكن اللي وقفني هو الله جل جلاله.